والله العظيم يا جدعان، جاليليو بيتكلم بلسان كل زملكاوي. اسمع اسمع. في زملكاوي أعتقد أن البرنامج يجب أن يمثل دائما وأبدا لسان حال المشجع، ولسان حال المشجع الزملكاوي في مثل هذه الأيام كان ينبغي أن يكون ابتسامة لطيفة عريضة، واخدين الدوري والدنيا حلوة وجاينا بقى على كاس عالم وفي ماتشات ودية وإن شاء الله خير، ونشوف بقى المنتخب إيه أخباره وباقي المنتخبات. طب أنت هتشجع أسبانيا؟ لا والله أنا مع الأرجنتين. ده مصر في كاس العالم، طب مين بعد مصر؟ يعني يبقى دي لغة الحوار ما بيننا. لكن للأسف كتب على مشجع الزمالك مؤخرا ودائما وأبدا الحقيقة الشقة وحرقة الدم. ومن هنا أنا بعتقد أن يجب على الكل أن يتحمل مسؤولياته أمام الجمهور دون أي شك، وهذه وجهة نظري. اللي عايز يشتريها يشتريها، واللي مش عايز يشتريها يرميها البحر. بكل أمانة يا جماعة، ومرة تانية أنا لا بخدع حضرتك ولا بغشك، ارجعوا ل 27 ديسمبر 2025. أنا بقول لحضرتك تاريخ الحلقة بالنص، كويس؟ ارجع لحلقة زملكاوي في هذا اليوم. اتكلمنا يوميها عن قصة مصدق وعبد الحميد معالي، وقلنا إن ما حدث جريمة كاملة. ليه؟ لأنك مش بس بتخسر اللاعب، ما خسرتش اللاعب بس، ومش بس القصة كانت على ملاليم بقيمة الدولارات، انت مش بس هتدفع عقده بالكامل، انت مجموعة من المشاكل المتلتلة من جراء عدم دفع أموال بسيطة أدت إلى أو هتأدي إلى قنبلة موقوتة. جاء ميعاد القنبلة بعد 6 شهور.